صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل. احلى صحبوش في الكبارية، احلى صديق طفولة واحلى ولد حومة. وينك صديقي؟ صباح لبس عليك، صحة بخيرة يا صاحبي. انا غرت والله غرت. ما عندكش حنان بركة حتى احنا هنا نحبوا نستثمروا في تونس، ونحبوك تكونوا معانا ونعملوا حاجة كبيرة. انت تعرف خوك من فترة نعاني منهم وانت تعرف صاحبي علاقاتي هنا في ليبيا واحبابي واصحابي. ومن فترة في بالك اللي يحبوا نجيو لتونس وكنا خايفين، لكن توا بصراحة على نشوف فيه وعلى المسار إن شاء الله بقدرة ربي كل جاي خير إن شاء الله. قلت لك يا صاحبي برجولية، نحبك تقف معانا، واحنا كنا ثقة فيك انت في بالك كنا خايفين من الاستثمار في تونس وعلى اللي صار فينا من قبل، لكن بوجودك انت ديجا توا بصراحة وحبك للبلاد والوطن، وانا اكثر واحد نعرفك صاحبي، متربين ببعضنا ويرحم عم علي و... وان شاء الله بقدرة ربي جاي خير ان شاء الله. كما قلت لك خويا بصراحة اللهم صل على النبي عليك، الولاد حتى الولاد هنا كلهم معناتها فخورين بيك ويتبعوا فيك. وخويا شوف انت شنو الحاجات اللي تحبوهم، واحنا مستعدين ان شاء الله اقرب وقت نكونوا في تونس ونعملوا اللازم باللازم. نجيبوا خويا العملة ونجيبوا الفلوس ونتوكلوا. تعرف اللي عندنا مشاريع واقفة وما صار شيء توا سنين واحنا نعاني ومهرسلين. اخويا انت في بالك زاد حتى بمشروع بتاع مصنع الروز اللي كنت باش نعمله، وتوا حاضر المصنع كله حاضر في ليبيا، الماتريال الدنيا كلها هنا ستوكي هنا. قل لي اجا نجي طول 10 ايام يكون كل شيء حاضر غد انستالي. هذا فعلا وليس قولا. اوكي صديقي، تو نزيدو نحكيو وان شاء الله خويا اللي فيه خير ربي يسهل فيه. وانت برجو ربي يبارك لك وربي يشدك في صحتك ويرحم والديك على اللي تعمل فيه. وسلم لي على حنان والجماعة كل.